شكرا لك إذا أخويا معز، وشكرا لكل حضرات النظارة والنظرات. فعلا نعود اليوم من جديد لربما لمرافقة برنامج 9 مساء، اللي يبدو أنك تعبت ربما وحدك، هذاك علاش قلنا نعود ونعود ربما معك. ونحب المناسبة هذه نحييك ونحيي كل ضيوفك الكرام، وخاصة ممثل التلفزة الوطنية اللي كل من ذكرها نسترجع سنوات وسنوات من النضال قضيتها فيها مع زملائي نحاربوا في المخلوع وفي الاستبداد والفساد، اللي والحمد لله تنحى البارح في الليل، عفوا باش ما نقولوش اليوم الصباح. شكرا لك اذا اخويا معز، وشكرا لكل حضرات النظاره ونظرات. هذا معكم توفيق العبيدي، العائد من بعيد ربما، العائد دائما بجديد ومن جديد يا جديد، ويا جبل ما يهزك ريح. يمكن تقولوا ربما شبيه توفيق العبيدي ماهوش في الديكور نتاعو المعتاد. اذا نحب نعلمكم ونعلمك خويا معز انه للاسف في استديوهاتنا تعرضت لمحاوله سطوه عجيبه ربما باش ما نقولوش غريبه من طرف احدى القنوات الزميله باش ما نقولوش الاصيله. هذاك علاش بدلنا الديكور في انتظار ان نبدلوا الكوبه نتاع استديوهاتنا ونسترجعوا اماكننا. وننطلقوا اذا على بركه الله مع حدث ربما بدايه الاسبوع واحتجاجات اهالي سيدي بوزيد على زياره الرئيسين المفددين السيد المنصف المرزوقي وسي مصطفى بن جعفر، في حين رئيس الحكومه يبدو انه فهم اللعبه يا اخي، جبد روحه وقعد في داره بدعوى انه مريض. اذا بالمناسبه هذه قلنا ما فيها باس لو كان نطلع على سي حمادي ونسأله على صحته تحسنت شوية من وقتها لليوم. أي سي حمادي تبعني، خلينا نعمل لك الفحوصات اللازمة. ترى فازي ترى قول ها يا سي حمادي، يا سي حمادي عاود معايا قول هاي شريا. يا سي حمادي قلت لك قول بروتاريا. ها والله لموا إمراد، والله ربي يهديهم الجماعة يقولوا جبالي هرب من عيد الثورة وهرب من سيدي بوزيد. نو سي با لو فري، موا با كوم روسمال، موا نو با بور من الجبان. والله موا ذئلي مي الدكتور قال يقعد هنا فو با. والله هذه امور شرعية بروتارية. شوف يا سي حمادي، تو بركة كنت نعاود نشوف التحاليل متاعك، مستحيل اني نخليك تمشي. عندك على الأقل 8 مرات تخليني ما نسمحلكش انك تحضر مع الجماعة. شو لو موا مفجوع لو توا شي با، كفاش هذه 8 مرات على حساب هذايا. موا سي فيني، مشيت فيها كوم البوسون بروتارية وين مشات الشرعية. اي سيدي شد عندك تنقول لك الامراض شنو اللي عندك اولا حساسية ضد الديجاج، هذه جديدة ما كانتش عندك قبل. وعندك كذلك حساسية أخرى ضد المظاهرات والاحتجاجات، وعندك حساسية ضد الاعتصامات وضد النقابات والإعلام. وعندك زادة نسبة الحجر المستورد في الكلاوي طالعة شوية المدة هذه، واستحقاقات الثورة عندك طايحة. وعندك خاصة وقبل هذا الكل الحساسية متاع خطابات المرزوقي. بالله كيفاش يا سي حمادي عندك هذم الكل وتحب تهبط مع جماعة سيدي بوزيد؟ ما يجيش. والله يا دكتور كل هذه امراض مؤقتة يعني متخوفش، وبر ما احتفلناش باندلاع الثورة، نحتفلوا 23 اكتوبر عيد الشرعية. والله يا دكتور. على كل حال ان شاء الله ما عنده سو سي حمادي ربما الجبالي، نخليوك وما نزيدوش نقلقوك لربما، ونمشيو مباشرة مع اخر اخبار ومستجدات التحوير الوزاري اللي طالما انتظرناه كما انتظرنا هو. وناخذ معنا مباشرة السيد المنصف المرزوقي الرئيس المفدى باش يعطينا تعليقه حول هذا الموضوع، خاصة وأنه كان طالب في السابق بحكومة مصغرة وبحكومة كفاءات. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بكل محبة وبكل معزة وبكل إخلاص حبيت نقول لك أني توا بركة كنت متشاور في الموضوع هذايا أنا وحمل همام شكري بالعيد. أي نعم شكري بالعيد، ما في بالك وليت نخدم سلطة ومعارضة، ضربة هكا وضربة هكا. واليوم برك جبت بحذايا ولاد الجبهه الشعبيه علموني كيفاش نقطع كي الناس بتكرت فيا بالحجر. بون ديفين تعلمت برشا حاجات. واضح سي المنصف، لكن لو كان تسمح حبينا نعرفوا لربما رايك كرئيس جمهوريه في خصوص التحوير الوزاري بالتحديد. شوف يا توفيق، بكل محبه وبكل معزه وبكل اخلاص ما عندي ما نقول، تحوير ممتاز. هذه هي حكومه كفاءات اللي حبيت عليها بالضبط، الرجل المناسب في المكان المناسب. مالا كيفاش خذ انت تو ياسر فخفاخ وزير السياحه، كفاءه عاليه. الراجل اللي شد الوزاره ما جاب حتى توريست، 3 ألمان جاوا في عامين منهم زوز يخدموا في السفارة هكا هو. سي حمادي فاق بيه يعرف يتصرف في الوتلة الفارغة، كمل عطاه وزارة المالية باش يزيد فرد مرة يصرف على البلاد من الكاسة الفارغة. يا ودي خليني ساكتو برا، راني عملت عاملة في روحي كليت عليها صوابعي وعليتهم بالحمص. لطف عليك سي المنصف وتسلم ايديك يا فخامة الرئيس، فعلا افحمتنا باجاباتك كالعادة.
ولكن توا ما عادش فاهمينك معانا والا مع الاخرين. اذا خويا معز هكا نوصلوا النهايه، وربما الحضارات النظاره ونظرات يتسائلوا وش بهم في ساعه في ساعه، وتعرف عنا مده كنا مرتاحين، هذاك علاش تحب لنا باش نخدموا نحن ربما كالمزود. لكن كذلك خويا معز نحب نقول لكل حضرات النظاره ونظرات اللي مازال عنا كليب لربما باش يتعدى في برنامج التاسعه مساء كذلك اليوم، لكن بعد حين. الى اللقاء.